كشفت ملف تزويرات مانحين شهادة جنسية وجنسية عراقية لأشخاص غير عراقيين ومنحوهم جوازات عراقية. غير عراقيين؟ غير عراقيين. واحد من عددهم اللي وصل لي حسب المعلومات وأنا تأكدت من عنده هو 10,000 نسخة من الجنسية والشهادة الجنسية بس فقط بالسليمانية. كلهم ذول 10,000 بالسليمانية؟ بالسليمانية. زين أبو البصرة وكركوك شنو علاقته؟ أبو البصرة هي كل شهادة جنسية وجنسية لما تنصرف عليها رقم، والرقم خاص بالمحافظة. ما يصير يتسرب يروح لغير محافظة. إحدى التزويرات اللي صايرة هي إنه مار المفروض هاي الجنسية تكون بالبصرة، بس من البصرة رايحة لكركوك ومتزورة بكركوك. الشخص سوري هو قيادي، وبعدين مطلعي له جواز عراقي من جوازات سليمانية. حصلتش كم نسخة من هذه النسخة؟ نسختين، اللي هو الشخص إيراني وشخص سوري. نعم. مقابل شنو هاي جاي يزورون وليش 10 رقم خطر؟ أنا كشفت الخيوط وأثبتت هذا، والوزارة أثبتت بتقرير صحفي سوي. بتقرير صحفي. وبعدين قدمت كل الأدلة لوزارة الداخلية وهم أكدوا المعلومات وأثبتوا كل شيء. فالمفروض بعد المتابعة تكون هي من عند وزارة الداخلية، لأنه الجواز اتحادي والجنسية اتحادية والشهادة الجنسية اتحادية اللي هي صار حاليا البطاقة الموحدة. فالمفروض هم يدققون ويحققون بالموضوع على مود يكتشفون. يمكن موجودة أكثر من 10,000. شو وقت صارت عمليات تزوير؟ عمليات تزوير حسب المعلومات اللي وصلت لي بسليمانية بدأت من 2018 وما زالوا لحد الآن. وقبل فترة بنفس الشيء تزور جواز، منحوا جواز لغير شخص بنفس الأداة التزوير اللي سبق وأن صار. شو يسوون بجوازنا احنا؟ وين نوديهم احنا عدوب؟ ليش لا؟ هو أسهل جواز بأنه إذا أنت لا سامح الله أي شخص يكون إرهابي مطلوب محكوم عميل لما يريد يدخل العراق شو يسوي؟ إذا يدخل غير شخص غير عراقي فراح تكون إجراءات عليه، إقامة وفيزا وغير شغلات. مستقتلين على جوازنا؟ اي نعم. فهو سهل المنام بأنه يستلم الجواز العراقي ويدخل العراق إذا عنده أي شيء بالعراق. وهيك رخيص جوازنا؟ إذا مو رخيص ما يمنحوا الأشخاص غير عراقيين. رحت لعبد الأمير الشمري؟ رحت قابلت مكتب وزير. مكتبه مو هو شخصيا. زين هاش بشهر الثالث 21/3 بالضبط اللي هو كان يوم العطلة. وراها قدمت كل شيء ورحنا للجوازات وجو الخبراء ودخلوا السيستم وعرفوا بأنه بالفعل هاي الهوية لا لها صحة صدور ولا لها أي قيد وهي مزورة، وتم إبطال الجواز. وراء إبطال الجواز المفروض الجوازات تقيم دعوة جزائية على الأشخاص، بس لحد الآن الإجراءات متلكئة أو روتينية ويمارسون عملهم ولا أحد بالعافية متحاسب. بعد وين رحتي؟ بعدها أني رحت عند رئيس الجهاز الأمن الوطني أبو علي البصري. أتمنى هسه يشوف هاي المقابلة شخصيا. يشوفه إن شاء الله، هو متابع الرجل. أي وقدمت كل المستمسكات. إيش قال لك؟ ما يسكت الرجل. ونزل النظارة وباوع قال ما أقدر أتدخل بهذا الموضوع. والله هو شخصيا وأني مسؤولة على هذا كلامي. بس نزل النظارة وباوع قال أنا ما أقدر أتدخل بهذا الموضوع ما دام وزارة الداخلية مشكلة لجنة تحقيقية ومجالس المفروض هي تكمل. فأنا قلت له سيادة رئيس الجهاز هذا الموضوع يخص الأمن الوطني أو يمس سيادة الدولة، فأنت ما تعرف بالعراق اليوم كم شخص هم مو عراقي وحاملين جوازات. قال لي أنا ما أقدر أتدخل بهذا الموضوع، فقط أقدر أتدخل بشغلة واحدة بأنه أحصل لك على موافقة قابلين رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني ما دام المشكلة والموضوع صايرة بسليمانية، لأنه أنا بسليمانية انفتح عليه أكثر من قضايا كيدية، والشخص اللي طلع وانعرض بالتقرير مالتي هو المزور ومستلم الجواز من السفارة العراقية ببريطانيا، هو مستلمني بدعاوى قضائية بسليمانية. وأنا سبق وأن طلبت بأنه من رئيس مجلس القضاء الأعلى ينقل لي الدعاوى اللي موجودة بسليمانية إلى بغداد لأي محكمة. يعتبرني بأنه فايق زيدان اللي هو رئيس مجلس القضاء المحترم العراقي بأنه أنا بنته، أنا ما عندي مشكلة شخصية ويا أي أحد. اللي صار هو كشف ملفات تزوير، والشخص المزور هو جايب غير جنسية عراقية وبالمحاكم بسليمانية مستلمني بقضايا كيدية، وأنا على مود حيادية الموضوع أريد أنقل القضايا اللي موجودة بسليمانية لبغداد لأي محكمة، مو ببغداد، تكون بالبصرة، أي محكمة تكون تحت إشراف القضاء العراقي. خطفوا ابنك؟ نعم تم اختطاف ابني من جهة. أنا حاليا متبهدلة ما أقدر أقول لك أحدد لك موقعي بأنه أنا حاليا بين محافظة ومحافظة من أجل سيادة البلد. من أجل سيادة البلد ومن أجل موضوع أنا كشفت بتزويرات وأنا المتأذية، ولحد الآن الأشخاص المتورطين بهذا الموضوع لا تم محاسبتهم ولا معاقبتهم ولا محاكمتهم ولا أي شيء، رغم تشكيل كل المجالس. شنو هالتلك من شهر الثالث لحد الآن، هاي احنا بشهر الواحد. مع العلم وزارة الداخلية هي لها صلاح الكاملة بأنه تحسم هذا الموضوع خلال أسابيع أو أشهر ما دام أنت أثبتت وكل الأدلة موجودة. فأنا أرجع وأقول بأنه
أطلب من رئيس مجلس القضاء العراقي أن ينصفني قانونيا ويرجع لي حقي. أنا ما عندي مشكلة شخصية ويا أحد ان شاء الله ما يقصر وياك. إن شاء الله، وأتمنى بأنه يشوف هذا اللقاء وينقل القضايا اللي موجودة عليه بسليمان، لأنه أنا تأذيت. استولوا على شقتي وسيارتي وخطف ابني، والقضايا اللي موجودة بسليمان في سبيل منو؟ ذول اللي جاي يهددون العراقيين، لو ذول اللي مطينهم جوازات كلك لو شنو؟ هو الشخص اللي دا يسجل عليه الدعوة هو نفس الشخص اللي مانحين الجواز واللي مزور، بس جاي بغير شهادة جنسية عراقية نفس الشيء ودا يشتكي بيها بغير اسم. ابطلوا الجواز مالته؟ ابطلوا الجواز طلع مرة ثانية؟ ما اعرف اذا طلعه او لا، بس ابطلوا الجواز مالته، والمفروض هسه يكون هذا الجواز باطل. ومستمسكات البقية. بس اللي مطلع جنسية غيرها وغير اسم ممكن يطلع غير جواز، يعني بالنسبة لهم سهل هذا الشيء. ممنون منك. انا اللي الله اشكرك. يحميك ان شاء الله. يحمي الجميع ان شاء الله صوتك يوصل. ان شاء الله. واتمنى من الجهات اذا يكون مكتب رئيس الوزراء او رئيس مجلس القضاء الاعلى او وزارة الداخلية بانه تاخذ هذا الموضوع على محمل الجد. انا اعلامية خدمت بلدي، والمفروض هاي الخدمة لو اي اعلام